معانا الشرقية ودمياط ومطروح وشمال سيناء والمنيا وطبعا الدقهلية وبني سويف وبورسعيد. النهارده هنتابع مع بعض اخبار نتيجة تالتة اعدادي الترم التاني، وخصوصا في دمياط والشرقية وشمال سيناء ومطروح والمنيا كمان. بس لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو، وتعالى مع بعض كده نبص على موضوع النتيجة. عندك الدقهلية تم اعتمادها النهارده من ربع ساعة كده، وبني سويف برضه تم اعتمادها النهارده، ومعاد دمياط هيتم اعتمادها النهارده برضه، والشرقية هيتم اعتمادها بكرة إن شاء الله، والمنيا لو ما اعتمدتش النهارده آخرها بكرة بالكتير، وشمال سيناء بكرة برضه، ومطروح ليوم السبت عشان لسه جاري أعمال التصحيح، وبني سويف قلت تم اعتمادها، وبورسعيد هيتم اعتمادها النهارده إن شاء الله برضه. يعني كم محافظة؟ محافظة 2 3 4 5 6 7 8 9 محافظات اتكلمت عليهم النهارده، هقولها تاني. الدقهلية تم اعتمادها، بني سويف تم اعتمادها، دمياط هيتم اعتمادها النهارده، تمام. الشرقية إن شاء الله بكرة هيتم اعتمادها، وشمال سيناء برضه بكرة هيتم اعتمادها، ومطروح يوم السبت، وبني سويف زي ما قلت تم اعتمادها، وبورسعيد هيتم اعتمادها النهارده إن شاء الله، والمنيا لو ما تمش اعتمادها النهارده هيتم اعتمادها بكرة، تمام. ده بالنسبة لموضوع النتيجة. لسه في محافظات تانية كتير، القليوبية الأسبوع الجاي إن شاء الله، وسوهاج وكفر الشيخ طالما مش النهارده احتمال كبير لو ما كانش بكره هيكون برضه الأسبوع الجاي، يعني على الأسبوع الجاي هتظهر كل المحافظات. وبالنسبة لأسيوط برضه مفيش أخبار لحد دلوقتي تمام. وأنا بفتح بث مباشر كل يوم الساعة 6:30، لو أنت حابب تسأل على النتيجة أو على التنسيق أنا بفتح بث مباشر الساعة 6:30 وبرد على الكل كمان، تمام. طب بفتح على القناة دي؟ لأ، عندي قناة عاملها للبث المباشر مخصوص، هتلاقي رابط القناة في أول تعليق تحت، تمام. اسأل اللي أنت عايزه وأنا برد على الكل. رابط القناة اللي بفتح عليها بث مباشر هقولها تاني في أول تعليق تحت أو في الوصف. كده انا جبت لكم اخر الاخبار بالنسبه للنتيجه، بعد كده هندخل على تنسيق الثانويه العامه والبكالوريا ان شاء الله، وهنتابع مع بعض كل حاجه برضه في البث المباشر الساعه 6:30 على القناه الثانيه، الرابط بتاعها في التعليقات او في الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.